النهارده جاي احكي لك عن اسره وعن ست مصريه، قصه من قلب مصر ام الدنيا بجد يا هناء. اه والله العظيم ما بكذب عليك. اي قصه انا بحكيها لك تبقى قصه من قلب مصر ام الدنيا، فعظمه لمصر وتحيه لشعب مصر كله. انت بقى لو بتحبني هتنزل تقدم تحيه لشعب مصر، تحيه من مصر لكل راجل محترم. قصتنا النهارده عن ست عاشت عمرها كله تربي ولدين اتنين. ولد كبر وبقى بسم الله ما شاء الله، اتجوز ست هي مديرة المكان واعجبت بيه وهي شغالة عنده، هو شغال عندها، فهي اتجوزته وعاش حياته. الست دي اسمها حورية. حورية عندها 48 سنة، متجوزة عمرها 16 سنة، فربت الولد الكبير واتجوز. ده اللي رايح كلية مش عارفة تصرف عليه منين، لحد ما مشيت تعيط في الشارع وقالت له خلاص يا ابني، قالت له يا محمود خلاص، قال لها انا هروح لاخويا سمير يمكن يقف جنبي يا امي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشوني الناس اللي بتحب هناء الاسطورة تنزل تحط لايك، كومنت حلو كده، وسبسكرايب. كومنت حلو ها ماشي، ولايك. احنا كنا شغالين هنا ها، لايك كومنت حلو كده، سبسكرايب. يا ريت كلمة حلوة عشان تعدي الفقر بيها. وخلي بالك يا باشا، اللايك مش عليه فلوس. الست اللي عاشت حرة مصرية تعيش حرة وتموت حرة. الست دي في يوم من الأيام جوزها تركها واتجوز أنثى غيرها، فمات بعدها ب3 شهور. وبعدين ست حورية قالت لك لازم أكون بطل واثبت نفسي بذات نفسي، وعمر ما في حاجة هتأثر فيا. على ما أظن يعني الشخص اللي عايز يبني نفسه بينزل يبني نفسه، واللي عنده كرامة يا باشا أحسن من اللي عنده عزبة. أنا كهناء ست حرة برضه جابني راجل، بحب اعتمد على نفسي واجيب الجنيه من دراعي عرفت؟ فما تفرق معايا بقى بنت اتجوز ولا هو طلقني ولا انا طلقته اصلا. المهم ساعات الست بتبقى عايزه تتحدى الراجل، يعني تديله على وشه تثبت له ان هي راجل وجابها راجل من بعده. فيعني زي هناء الاسطوره كده عاشت عمرها كله لوحديها من 2020 وانا بعتمد على دراعي، ما في ذكر يلوي دراعي ابدا. هي دي اللي انا اتعودت عليها. بحب اكون راجل، بمشي هسد في عين الشمس. يا ترى بقى عايز اسالك سؤال، ها ليه اداك الحق ربنا ان انت تتجوز وترمي زوجتك؟ ترمي زوجتك ليه بقى يا ولد؟ وليه بقى انت ما بتديهاش الحق ان هي كمان تلاقي راجل وتتجوزه؟ وما بتيجي تتجوز ليه بتقول لها انا عايزه اخد ولادي منك عشان احرق قلبك يا حرمه؟ النفقه اخدها منك، يعني حضانه الاولاد. عرفت بقى؟ خليك بقى انسان محترم كده واحترم القوانين. وحرام عليك تدي فرصه لنفسك تعيش مع زوجه تانيه، حرمه تانيه غيرها. خلاص انت عشت يا عم، انت ما قدرتش تعيش مع هناء الاسطوره، اتجوزتني وما حصلش نصيب، رحت تشوف انثى غيري، ايه المشكله يعني؟ حرام عليك. اديت لنفسك الحق ان انت تتجوز وتعيش حياتك، حرام عليك اديني الحق انا كمان اعيش. انت مش لاقي بختك معايا، مش لاقي راحتك مع الانثى دي، ورحت تتجوز انثى تانيه. كل واحد حر في اختياره يا باشا، كل واحد حر في حياته. انا مش ربنا ما ينفع اصلح الكون، انا شايفاك راجل مش صالح، انا وانت تركيبتنا مش ماشيين مع بعض، انا وانت مش فاهمين بعض، ايه المشكله يعني؟ كلام صح يعني. ننفصل، بيقول لك يا باشا لا تعاشروهم لا تنزلوا تفرقوهم. ليه ده؟ لان ربنا حلل الطلاق وحلل الايه؟ الجواز. ولا انا برضو بألف
معاش اللي يقول عليك كده ينزل يا هرم مصر. برضه تقول ان المره دي مؤلفه كبيره. ربنا حلل ان انا اتجوزك واتطلق منك، انا حره. زي ما ربنا حلل لك مره واثنين وثلاث وربع، انت حر. انا مش عايزاه يا عم اتجوز راجل هيتجوز عليا، افرم امه قبل ما يفكر يتجوز عليها مره. عرفت؟ كل واحد حر في حياته. انا ما احبش اتجوز راجل يروح يشوف مره غيري يتجوز عليا. انا حره في حياتي وانت حر في حياتك. انا لما لقيت جوزي بيتجوز عليا الطلاق خلعته. مش انا الانثى اللي الراجل يتجوز ايه عليا. انا مش ناقصه ايد ولا رجل، وستة اللي ما شاء الله خلفت له البنت وخلفت له الولد. ايه اللي ناقصه الجربان؟ الجربان ايه اللي ناقصه؟ وده كلام صح هناك؟ ايوه انا صح يا ولد. يعني جبت لك البنات المال والبنون واديتك اموالي. ها؟ ايه اللي كان ناقصك بقى؟ ها؟ قولوا لي بس. وانا اخترتك وانت اخترتني بمزاجك. خلاص انت اللي اخترت. انت اللي اخترت الطريق ومشيته. لازم تمشي لوحدك. صح؟ المهم مش هشكر في نفسي عشان ابليس اللعين دايما بيشكر في نفسه. انا ما شكرت في نفسي. المهم يا باشا نكمل. الست دي قالت ايه؟ خلاص جوزي اتجوز، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. حاسبنت عليه عربيه دسته. وهو كده صاحب الحق سلطان. لما كل لي حق عندك هقعد سلطان زماني وحاسبن عليك وربنا يجيب لي حق منك. مات في حادثه ساب لها الولدين. الولد خلاص اتعلم، صرفت عليه وربته. محمود عايز يخش كليه وايه مصدق انه اتقبل فيها. يا ريت ناخد فتره بس كده. صح؟ محمود عايز اموال عشان يدخل في الكليه. قالت له خلاص يا ابني عوضنا على الله. قال لها يعني ايه؟ قالت له ما تكملش خلاص. ربنا مخبي لك حاجه يا ابني عندك، سامحني اللي انا ما معيش فلوس. انا فقيره، اعمل ايه؟ انا اخويا متجوز واحده غنيه، انا اروح لاخويا. قالت له اخوك يا ابني مش هيديك حاجه، اسمع كلامي يا ابني. انا بخاف عليك. قال لها لا، سيبك يا امي، اللي ربنا كاتبه انا هروح اجرب، واللي ربنا كاتبه لي هو اللي هنمشي بيه. راح هناك قال له اخرس يا كلب، ايه اللي جابك عندي؟ اتقلع. بهذا الله كده. قال له يعني ايه؟ ايه اتقلع وايه الالفاظ دي؟ يعني ايه؟ مش فاهم انا كده. قال له يعني انا مراتي غنيه، دي فلوس مراتي. انا شغاله عندها وهي مديره الشركه، ما ينفع اديك اموال. 200 جنيه اهم. قال له غور بيهم. اخوه محمود مراته سمع الكلام من الكاميرا اللي قاعده في المكتب، وراح له المكتب يا صاحبي. زعلت من الطريقه وقال له انا فقير ولو معايا فلوس مش هديك. انت ملزوم من امك تصرف عليك، مش ملزوم مني. قال له حرام عليك، امي ست مريضه سكر، حرام عليك. امي اشتغلت كتير وتعبت في الدنيا، امي مش معاها اموال تصرف عليا. قال له غور في ده يا امي، مش عايزه اشوفك ولا اشوف امك ولا اشوف اي حاجه تفكرني بيكم. انا مصدقت اتجوزت الست ديت، ست غنيه كتير. قال له الغني هو النار، وزي ما ربنا اداك ممكن يديلك. امي هي اللي وصلتك للمكانه دي. سمعتهم طلعت قالت له في ايه؟ انت مين؟ اتلبخ. قال لها ده اخويا. قالت له انا اول ما اعرف ان انت عندك اخ، ليه ما قلتليش؟ قال لها ماليش فرصه، انا عارف ان انت ما بتحبيش الفقراء. قالت له مين اللي ضحك عليك وقال لك كده؟ قعدت تتكلم مع محمود. قال لها يا ستي انا امي ست كبيره وعيانه، وانا اتقابلت في الجامعه، وجامعه نظيفه، حلم حياه اي حد الجامعه.
اخويا مش عايز يديني فلوس. قالت له ليه كده؟ ليه كده؟ حرام عليك. قال لها كنت اجيب له منين؟ قالت له انت بتشتغل هنا ومعاك فلوس ولسه شاري سياره، ها؟ حرام عليك. وبالوالدين احسانا، اصرف على اللي منك، اتقي الله في امك واخوك. قال لها انت اللي بتقولي كده؟ قالت له ليه؟ قالوا لك عليا اللي انا بحضر السكاكين؟ قالوا لك عليا اللي انا مره مجنونه ما عنديش قلب ولا رحمه؟ انا اتجوزتك عشان فقير ياض، ولو انت مش فقير ما كنتش هتجوزك. انا بحب الناس الفقيره واتشرف بيها شرف على راسي. مين اللي قالك وضحك عليك يا مجنون؟ يا مجنون، انا اتجوزتك عشان انت فقران دقه، ما حيلتك اموال. عرفت اللعب يا شطر؟ حطوا لايك دلوقتي وكومنت حلو، سبسكرايب. ده الحرمه عملت ايه؟ قالت له خد يا حبيبي، ها دي فيزا فيها 100,000 جنيه مصري، ممكن تدفع للجامعه وتعيش حياتك والمصاريف عليا كل شهر. انا عايزاك يكون عندك طموح يا حبيبي وتذاكر وما ترد على اخوك ده خالص. عايزاك انسان ناجح وشاطر، انت زي اخويا، وانا بعز الناس اللي عندها طموح وشاطره تحب تكون حاجه وتجيب الجنيه من دراعها. بس برافو عليك، برافو عليك يا محمود، برافو عليك، عشان انت انسان محترم وعندك كرامه وعندك نخوه، وهتشتغل وهتصرف على امك وتعوض امك. برافو عليك يا حبيبي. انا عايزاك تكبر وتكون حاجه ومكانك موجود عندي في الشركه. ها؟ اما اخوك بقى، اخوك مريض ما بيحبش الناس الفقيره ولا تشغل بالك بيه. اللي ما بيحبش اصله واللي بينسى اصله بيبقى واطي. ها؟ اللي الفلوس بتغيره بيبقى وحش. ها؟ بيبقى عامل زي الكلب اللي ما صدق ايه؟ ليه عظمه. في ناس يا حبيبي معلومه ما بتحملش الفلوس ولا تشغل بالك بالعالم دي. انا بحترمك، هصرفك على حسابي واعتذر لامك ولا ما تزعليش مني. قال لها شكرا كتير، جات منك ما قلتش من اخويا. قالت له عادي انت زي اخويا، انا مبسوطه، انا كنت زيك كده عندي طموح وكبرت وبقيت حاجه زي ما انت شايفني، وعندي شركه وعندي بيزنس. فكرني يا ابني الطموح حلوه. عرفت يا باشا؟ اللي بينسى اصله بيبقى واطي واطي. قول لي رايك ايه النهارده في قصتنا يا باشا؟ هي الست اللي مش نظيفه، اللي مش نظيفه وملهاش طلب يا عرب. بنقعد نضحك ونتفرج على الناس اللي بتنسى اصلها اللي كانت فقيره بتبقى مش حلوه. افتكر ان انت كنت فقيره عشان تعرف تعيش وسط الناس. يلا يلا ما مهم، ما هي مهم. افتكر ان انا مره ظهري بديك نصيحه من قلب مصر. اوعى لو كنت فقير في يوم من الايام تنسى اصلك. اللي بينسى اصله بيبقى قليل الاصل. افتكر ان انت كنت فقران مش لاقي تاكل عشان تعرف تعيش. يلا يا باشا حط لايك، اتفضل لايك وكومنت حلو زي انه في عيش نظيف والعفن يعيش عفن. الست النظيفه تحلم بحياتها، تعيش حلم حياتها، تعيش نظافه لعلاقه كده.
والست العفن هتعاشرها وتلاقي العفن وتموت عفن، لان هي اتعودت على العفن. اوعى في يوم من الايام تنظف مره هي اصلا معفنه. ها؟ تقول لها اعملي واعملي، اللي عايز يعمل بيعمل، واللي عايز ينظف مش محتاج الراجل يقول له. ممكن يا حبيبتي تنظفي غرفه النوم، صابين التواليت، نضيف يا باشا عيشنا ليه؟ تلاقيه كده بيفك النظافه. اعودها في القصه ما تنساني عشان انا فقرانه، فقيره يعني بالعربي، والفقر مش عيب. العيب اللي احنا نبص لقمة غيرنا، ما نصدق نمسك الاموال زي كده. بصوا على ايديكم يا ولاد الورمه. ها؟ العيل يعيش غالي. يلا يلا عشان منع الطلب. يلا زي واحد كده ما يحب يخش يعوم في الميه، مفيش احلى من الميه. الميه دي صحت بتبقى. انا برج مائي بعشق الميه، برج العقرب. الميه هي زينه حياه الدنيا. وانا عطلكم عشان انتوا ايه؟ ما تتعطلوا معانا، عشان انتوا ناس عندكم بيزنس. حطوا لي لايك. انتوا حلوه ها؟ عجبتك القصه؟ يلا بحبكم كتير ومنتظرة حلقاتكم. ليه هناء؟ مش عارفة نظرية منك ليه؟ بحبكم كتير. حط لي لايك، كومنت حلو، عشان اللي ملناش بينزل يهر علينا.